السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هتكلم عن أداة بسيطة جدا ولكن هي عظيمة جدا جدا وهتفرق معاك في شغلك وطريقة تنظيم شغلك، ألا وهي الكاتيجوري. طبعا الحلقة اللي فاتت احنا اتكلمنا عن ازاي تعمل سيرش فولدر، ازاي تعمل رول. كل الأدوات اللي احنا اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت كلها بتبقى على مستوى الايميل. يعني انت لما بتيجي تعمل سيرش فولدر بتعمله على مستوى الايميل، مثلا ايميل مديرك عايز تعمل عليه سيرش فولدر، عايز فلاج تخليه الايميل يروح لفولدر معين. النهارده احنا هنتكلم عن حاجه مختلفه شويه في الكاتيجوري. تخيل معايا ان انت مدير مشروعات مثلا لمشروع اكس ومشروع واي، وبيجي لك ايميلات مختلفه من اشخاص مختلفه لمشروع واي، وبيجي لك ايميلات مختلفه من اشخاص مختلفه لمشروع اكس. تمام؟ فبالتالي هتبدا ان انت تصنف كل ايميل بيجي لك، هتبدا مثلا تديله لون، هتبدا تسميه اسم، بحيث ان انت اول ما عينك تبص على الايميل وتشوف اللون مخك على طول هيترجم ان ده تبع مشروع اكس او ده تبع مشروع واي. او مثلا انت راجل شغال في المبيعات، فهتخلي ايميلاتك اللي جايه من بره، مثلا ده عميل خارجي هتخليها باللون الاحمر، او مثلا شغل داخلي هتخليها باللون الازرق، او مثلا في ايميلات هتتابع عليها هتعملها فولو اب فتخليها باللون الاخضر. بص، هي من الاخر هي تعتبر زي ستيكي نوت. انت عندك ايميلات كتير جدا، فانت ستيكي نوت بتبدا ان انت تحط على الملفات بحيث ان احنا نقدر نميز الملف الازرق ده يخص موضوع ايه، الملف ده يخص موضوع ايه. علشان نقدر نستخدم خاصيه الكاتيجوري لازم ايميلك يكون معمول على شركه مايكروسوفت. بمعنى ايه؟ ان ايميلك يكون زي كده، يعني الايميل يكون معمول على مايكروسوفت، يعني الايميل اهو يكون معمول على اوتلوك ده زي ما احنا شايفين. طيب لو معمول على الجيميل للاسف الخاصيه دي مش هتكون موجوده. لو جينا نبص كده، بص انا هنا دلوقتي على الايميل اللي هو بتاع مايكروسوفت، هندوس كده هنلاقي كاتيجوريز اللي هنتكلم عليها. ولكن احنا لو رحنا على الايميل اللي احنا على الجيميل اللي احنا مركبينه على اوتلوك، هتيجي تعمل كليك يمين مش هتلاقي كلمه كاتيجوري. طيب هي عموما يعني لازم انت عشان تستخدم الكاتيجوري يكون ايميلك معمول على اوتلوك، او الشركه بتاعتك بتستخدم خدمات الاوتلوك، يعني الايميل بتاعك يكون موجود على شركه مايكروسوفت. تمام؟ طيب هل هي موجوده على الجيميل؟ هي موجوده على الجيميل كاونلاين. لما تفتح الايميل بتاعك على الجيميل اونلاين بالشكل ده وتخش عليه موجوده، بس اسمها ليبلز. طبعا مش هنتطرق لها دلوقتي. احنا اتكلمنا طبعا في الحلقه رقم 2 ازاي تعمل ايميل على الاوتلوك. ازاي بقى دلوقتي هنعمل الكاتيجوري؟ الخطوه الاولى ان انت هتبدا تصنف ايميلاتك. لو جينا فتحنا الاوتلوك هنا كده، احنا شرحنا كل ده قبل كده، هتلاقي في الريبونز، خلينا على الايميل بتاع الاوتلوك. انا دلوقتي فاتح الايميل بتاعي على الاوتلوك. هتلاقي عندك انت مثلا محدد الايميل ده مثلا، وليكن انت راجل زي ما اتفقنا ان انت راجل مثلا مدير مشروعات، فهتبدا ان انت تصنف ايميلاتك بالشكل ده. هتلاقي هنا كاتيجوري، تبدا ان انت مثلا تخلي ده بلو زي ما انت شايف نزل بلو. طيب هل في امكانيه ان انا اعمل كاتيجوري بطريقه ثانيه؟ في طريقه. كليك يمين وهتلاقي كلمه كاتيجوري، هي دي يعني هي كاتيجوري دي هي دي. طيب ازاي اشيل الكاتيجوري؟ نفس الكلام، هتروح دايس نفس الكلام، هتلاقيها هي اوريدي متعلمه، هتشيل الكاتيجوري بنفس الطريقه اللي احنا شايفينها. طيب خلينا نصنف الايميلات. وليكن مثلا انت عايز تدي الايميل ده تصنيف مثلا ازرق، عايز تحط هنا برضو ازرق. تمام؟ على سبيل المثال يعني. وهنا مثلا هنخليه باللون الاحمر، هديله تصنيف احمر. ومثلا الايميل ده هديله تصنيف مثلا احمر. تمام؟ وليكن مثلا الايميل ده هديله تصنيف، خلينا في جرين، خلينا في التصنيف الاخضر، وايا يكن. والايميل ده هديله تصنيف اخضر. طيب هتقول لي يا عبد الرحمن احنا بعد ما صنفناهم، طب ما احنا صنفناهم، ايه اللي ممكن نقدر نعمله؟ هقول لك ان انت بعد ما صنفت الايميلات دي تقدر ان انت تطبق اي حاجه على التصنيف ده. بمعنى ايه؟ فاكر لما احنا كنا بنعمل سيرش فولدر كنا بنروح هنا كليك يمين وبنعمل نيو سيرش فولدر. تمام؟ بدل ما انت هتقول له انا عايز اصنف او عايز الايميلات اللي جايه لي من شخص معين، لا انت لو نزلت تحت شويه هتلاقي ايه؟ كاتيجورايزد ميل. تمام؟ اول ما تدوس على كاتيجورايزد ميل هتلاقي هيقول لك انت عايز اي كاتيجوري. طبعا لو دوست اوكي هيروح مجمع لك الابيض على الاحمر على الاخضر، وطبعا كده هتلاقي الدنيا ايه؟ بقت بزراميط. لا انت هتروح دايس تشوز وهتقول له انا عايز الايميلات اللي معموله باللون الازرق. هتروح دايس اوكي وهتروح دايس تاني اوكي. هتلاقي هنا نزل في قائمه السيرش فولدر البلو. طيب بناء عليه اي ايميل، يعني بص انا هنزل تحت مثلا كده، اي ايميل انت هتعمله باللون الازرق هتلاقيه نزل في البلو كاتيجوري. اي ايميلات هتجيلك انت ممكن مثلا ايميل اهو كليك يمين هعمله بلو، بص اوتوماتيك هتلاقيه نزل في اللون الازرق. فانت بناء عليه ان انت تقدر ان انت تخلي الايميلات اللي انت صنفتها
صنفتها تعمل عليها سيرش فولدر. نفس الكلام عايز تعمل تاني سيرش فولدر على الايميلات اللي جايه لك اللي انت صنفتها باللون الاحمر، نفس الكلام بالظبط. هتروح دايس كده وهتروح دايس على ريد كاتيجوريز، هتلاقي نفس الموضوع، هتلاقي الايميلات نزلت، واي ايميل انت هتصنفه في الانبوكس هتلاقي عايز تشوفهم هتلاقي السيرش فولدر بيشاور لك عليهم. طيب ايه تاني ممكن تعمله بعد ما تصنف الايميلات بتاعتك كالوان؟ ما تيجي نقلب الليفل شويه. الايميلات اللي انت صنفتها كبلو او ريد انت ممكن تعيد اسم الكاتيجوري، يعني بدل ما هو يكون بلو كاتيجوري لا انت زي ما انت عايز تخليه مثلا انت راجل مثلا شغال في مجال المبيعات وكنت مثلا مخلي العميل ريد، لا انت ممكن تخليه اسمه عميل، تسمي حاجه اسمها شغل داخلي او internal work ايا يكن، او مثلا فولو اب. طب ازاي نعمل ده؟ نفس الكلام بالظبط. هتروح برضه فاتح كده تمام، ومثلا احنا خلاص صنفنا دول ايميل مثلا زي ده، انا بعمل بس ايه ايميلات بشكل عشوائي. لو احنا عملنا كده وكليك يمين ورحت دايس على كاتيجوري، شايف كلمه اول كاتيجوريز؟ هتدوس عليها كده وبعدين هتروح دايس نيو كاتيجوري وهتسميها مثلا كاستمر مثلا، وممكن تديها كمان لون مثلا، وليكن هنديها لون زي كده. والشورت كات طبعا انت ممكن تديها شورت كات زي ما انت عايز، بحيث ان اول ما الايميل يجي لك تدوس كنترول اف 2 كنترول اف 3 ايا يكن، بدل ما تدوس كليك يمين وتديها كاتيجوري لا هو الشورت كات على طول. بس انا بفضل ان انا ايه علشان ما لخبطش الدنيا عندي واروح دايس اوكي. زي ما انت شايف هتلاقي كلمه كاستمر نزلت، فانت لما هتلاقي كلمه كاستمر نزلت هتدوس اوكي. زي ما انت شايف هتلاقي اي بقى كاتيجوري تاني انت ممكن تعمله كليك يميني مثلا كده، وهنعمل ايه اهو هتلاقي الكلمه كاستمر نزلت في نفس كاتيجوريز اللي انت ممكن تقدر تصنف عليها الايميلات. ونفس الكلام تقدر ان انت تعمل سيرش فولدر. هنروح دايسين كده وهنقول له كاتيجورايزد ميل، وهنروح دايسين كده هتلاقي كلمه كاستمر او الكاتيجوري اللي انت عاملها، هتروح دايس اوكي، هتدوس اوكي، هتلاقي كاستمر نزلت بالشكل اللي انت شايفه ده. واي ايميلات انت هتديها تصنيف هتلاقيها سمعت على الكاستمر. تمام، هل كده خلاص الكاتيجوري انتهت؟ لا، انت ممكن اول ما الايميل يجي لك تديله تصنيف وتسمي التصنيف ده، وفي نفس الوقت تعمل له فولو اب زي ما هنشوف دلوقتي. طيب انت دلوقتي خلاص صنفت ايميلاتك وانت راجل تمام، سواء انت راجل مدير مشروعات، سواء انت راجل شغال في المبيعات، ايا يكن انا بديك تولز وانت اللي بتشكلها زي ما انت عايز. احنا دلوقتي هنعمل مثلا فلاج. انا لسه مصنف الكاستمر مثلا، الايميلات دي جات لي النهارده فهروح اعمل لها فلاج، ادي اول فلاج، وهروح اعمل فلاج للايميل ده مثلا، وهعمل فلاج للايميل ده، هعمل فلاج للايميل ده، هعمل فلاج للايميل ده. طيب هتلاقي كل الايميلات نزلت عندك في الجزء ده. ازاي ان انا اخلي التاسك اللي تظهر عندي ازاي اخليها تظهر لي باي كاتيجوريز؟ بص كليك يمين، هتدوس كليك يمين هنا وهتروح دايس على arrange باي وهتروح دايس كاتيجوريز. زي ما انت شايف كده الكاستمر عينك جت على كلمه كاستمر، انت عندك ايميلين هنا هتخلصهم، عندك جرين كاتيجوري. نعمل برضو كاتيجوري تاني جديد ونعمل فلاج واحنا برضو مع بعض دلوقتي. مثلا تعالى نعمل مثلا كليك يمين على ده ونسميه مثلا external work مثلا، اوكي، وهديله مثلا تصنيف لون ازرق، وهروح دايس كده وهروح دايس كده. انا دلوقتي عايز اصنف اهو، انا صنفت ده. بص اول ما تدوس فلاج بص ايه اللي هيحصل، شايف بلو كاتيجوري؟ لا انا عايز اصنفه external work، هصنفه اول بص ما تدوس كده external work، بص هينزل لك الاكسترنال وورك وتحتيه الايميلات، كل الايميلات اللي انت عامل لها فلاج تحت الاكسترنال وورك اهو اكسترنال وورك. بص انت صنفتها، طيب عملت لها فلاج هتروح نازله لك هنا. فاصبح ان انت بقى خلاص انت بقيت عارف تصنف ايميلاتك وتشوف كل تصنيف تحتيه كام ايميل، بغض النظر عن الايميل جاي من شخص واحد ولا عده اشخاص. يعني الايميل بيجي لك انت بتصنفه زي ما انت عايز. طبعا بعد ما بتدوس دبل كليك كده وترد على الايميل، سواء بقى الايميل ده مطلوب منك اي حاجه، بتبدا ان انت تعمل انفلاج او انفولو. خلاص انت خلصت الفولو اب بتاعك زي ما انت شايف. بص هنا يعني لو انت شايف الاثنين دول اهم نازلين هنا، هتدوس كده بس شايف علامه الصح ظهرت اهي، علامه صح ظهرت. عايز ترجعهم فولو اب تاني هتدوس كده، هتدوس كده هينزلوا تاني. يعني ايه، وممكن تدوس من هنا هيتشالوا من هنا، وتدوس هنا هيتشالوا من هنا. طيب في سؤال تاني ممكن يخطر ببالك، تقول لي يا عبد الرحمن مثلا هل ينفع ايميل ياخد 2 كاتيجوري؟ ينفع ايميل ياخد 2 كاتيجوري. يعني انت مثلا عندك الايميل ده انت مديله كاتيجوري اكسترنال وورك، هتروح دايس كده كليك يمين وهتديله مثلا كاستمر، تمام.
فاصبح هو واخد كاستمر. طب لما تيجي تعمل له بقى فلاج، تيجي تدوس فلاج، بص هو عمل ايه؟ نزل لك الايميل في الكاستمر ونزل لك هو الايميل في الاكسترنال ورك، لان هو واخد التصنيفين. تمام؟ بحيث ان انت بص لما تيجي تشيله هتلاقي اختفى من التصنيفين. طبعا انا بديك امثله بسيطه وانت الفنان اللي هيوظف الحاجات دي بحيث ان هي تخدم شغله. فانت كده هتبقى برنس في شغلك، وكل حاجه هتبقى منظمه قصادك، ومش محتاج ان انت تجهز ذاكره مخك في ان انت ممكن تنسى اي حاجه. طيب اخر حاجه في الكاتيجوري لازم تكون عارفها، ان انت برضو ممكن تعمل سيرش من هنا. يعني مثلا احنا لو دوسنا لو عايزين ندور على ايميل، انت ممكن بدل ما تدور على ايميل معين ممكن تدور على كلمه كاستمر، هتدوس انتر هتلاقي ايميل بيجيب لك في اوائل السيرش زي ما انت شايف الناس معمول لهم فلاج زي ما انت شايف كاستمر. انت ممكن في السيرش اهو اول ما تدوس سيرش هتروح دايس على كاتيجوريز وهتروح دايس على كاستمر، هيجيب لك كل الايميلات اللي انت مصنفها كاستمر. يعني انت برضو ممكن ان انت من خلال الكاتيجوري هندوس على كلمه سيرش وهندوس كده مثلا بلو كاتيجوري، هيجيب لك كل الايميلات اللي انت عامل لها بلو كاتيجوري. خليك فاكر اداه الكاتيجوري دي لان احنا هنستخدمها في الكالندر وهنلون المواعيد وهنلون الكونتاكتس او جهات الاتصال. وخليك فاكر طبعا ان المقاطعه اسلوب حياتك. شكرا، سلام.